السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم مسمن بواحد الطريقه زوينه وجديده، نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمكونات البنات كنستعمل واحد الكميه من الدقيق، فالكميه كتبقى على حسب اللي بغيتو. تقريبا هنا وضعت واحد 350 غرام من الدقيق. وبالنسبه للدقيق ممكن تخلطوا الفورس مع الفينو. كنضيف ليه شويه الملحه، القليل من الخميره كيف كتشوفوا، واحد المعلقه صغيره من العسل. وممكن البنات ما تضيفوهاش، فانا ضفتها غير باش تعطي داك اللون الاحمر المسمن. كتحمروا شويه وكنجمع العجين بالماء دافي او الماء بارد بحال بحال. وكنبقى كنضيف الماء حتى كنحصل على عجينه تكون مجموعه قابطه في راسها. كندلكها شويه حتى كيتوحد لها اللون ديالها. من بعد كنشكل منها كويرات. كنكورهم وكنوضعهم في واحد البلاستيك غذائي. وبعد ما كملت كنخليهم يرتاحوا شويه. وبعد ما كترتاح العجينه فانا شكلت كميه في الاول. غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش كنشكلهم. كنوصل العجينه حتى كترقق. كندهنها بشويه ديال الزيت وكنطوي المسمن بالطريقه العاديه. وهنا بعد ما كترتاح العجينه كناخذ واحد المدلك كنبسطها بالمدلك باش كتورق مزيان. وكنعاود ندهنها بشويه ديال الزيت وكنطويها بالشكل اللي كتشوفوه معايا باش كنحصلوا على شكل مثلث. وكنخليهم يرتاحوا. من بعد وضعت مقلاة فوق النار كتسخن وكنبسط المسمن ديالي. فانا كنرقق المسمن. نتوما الا بغيتوه غليظ شويه تخليوه يعني متين شي شويه. انا تيعجبني المسمن يكون رقيق. تندهنو بشويه ديال الزيت وكنوضعو في المقلاة على نار متوسطه. وتنبقاو تنقلبوا المسمنه حتى كطيب. فحنا كنقلبوها وهي كتنفخ وكتحل. وغادي نستمر حتى غادي نطيب الكميه اللي عندي كامله ديال المسمن. وغادي نرجعوا باش تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال المسمنات ديالي بعد ما كملتهم.
وهادو هما المسيمنات كيجيو على هاد الشكل مختلف، وكيف ما كتشوفوا معايا البنات كيجيو مورقين. هكا نعمروهم بالعسل، وكنقدموهم مع شي كويس ديال لاتاي اولا كويس ديال القهوه، كيجيو ولا اروع. كنتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم هذا الفيديو ما تساونيش من لي لايك ديالكم، تعليقاتكم، كذلك اشتراك في القناه اذا كنتو كتزوروها لاول مره. والى اللقاء.